السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. النهاردة هنتكلم في حاجة تمس الناس كلها، مش تمس نفر ولا اتنين، لا، ولا فرد، لا لا لا، هتمس معظم الشباب والبنات. أنا لما عاوز أجوز بنتي أديها الراجل ولا أديها العيل ولا أديها الواحد ما يعرفش المسؤولية؟ طبعا أديها الراجل يعرف المسؤولية. اتفقنا. طيب لما يجي الراجل صاحب المسؤولية على جد المسؤولية، وراجل يفتح بيت وراجل كويس بمعنى كلمة راجل، أطفشه ليه بعمايلي؟ أجرفه ليه؟ معلش في اللفظ، معلش بنتي يبقى مش جاي لها حد ومش لاقي حد، ولما يجي ابن الناس المحترم اللي يشتريها ويقدرها ويحطها تاج على راسه، نطفشه ليه بعمايلنا؟ م? نطفشه ليه؟ ليه كل شوية نجرفه؟ لما الفار يدخل المصيدة نشتغل، لكن طول ما الفار سارح نتمنى ونقول يا رب يا رب يا رب يجي، يا رب يجي، صح؟ اول ما يطب في المصيدة نجرفه. لو ما دخلش يوم بالزيارة تبقى مصيبة سودة. ده بخيل ومن قلب 60 نيلة. وعلى اساس هذا الواقع تعالى اقول لكم على حاجة حصلت لسه الاسبوع اللي فات. شاب كان بيعرف بنت، شاب كويس، مش هنقول وحش، لا، شاب كويس، يعرفها عشان يتجوزها، مش يعرفها عشان يمشي معاها. وده النظام النظيف والنظام الحلو. ومش عارفها كمان انه مش معاها ولا، لا لا لا، سأل عليها ودخل البيت والدنيا كويسة وهي جبلت والدنيا حلوة خالص، والأب والأم موافقين وزي الفل. بس في بداية التعارف كل واحد حاطط قناع، حاطط قناع. بعد شوية لما الرجل دخلت وطلعت ابتدي القناع يتشال شوية شوية. في ايه؟ هقول لك في ايه. النهارده ما دخلش بحاجة، الوش يتلوي والله العظيم زي ما بقول لكم والله. في البداية لا يا ابني، ده البيت بيتك، اياكش تخش بحاجة، اياكش كذا كذا، اياكش، ده عيب، ده مش، يا ابني جهز نفسك اول. واول ما فعلا يا عيني الشاب، ما هو مش داخل عمدي ان هو مش معاه، لا، الظروف حصلت ان هو مثلا استعجل ومشي، خاف يتاخر فجري يقعد خمسه مع خطيبته ويمشي. فالظروف ما الهمتوش ان هو ايه، يجيب حاجه هو داخل. خلي بالكم مش البيوت كلها، لا لا لا، مش البيوت كلها، لكن في ناس فعلا بتتلوي لو خطيب بنتها ما دخلش بشيء. ومحدش يكدبني، وممكن لو اتكررت مرة واتنين وتلاتة هتتجلب الوشوش اكتر. فانا بتكلم على ايه؟ لما يجيلك واحد كويس وابن حلال، راعي ظروفه، راعي حياته، راعي مسؤولية اللي هيشيلها. كفاية ان هو هياخد عنك مصيبة. اقسم بالله اللي هيجوز بنته النهارده بياخد من البيت مصيبة. هي بس لما بتكون بيقول مش عارفة طلبوها تعزيزت وفاتوها اتندمت، لا لا، هي غالية وزي الفل، بس في بيتها أحسن، في عز جوزها أحسن، في إنها تتجوز بدري وصغيرة، شابة أحسن ما يبقى عندها 30 40 سنة. ولا أنا غلطانة؟ المهم الواقع بتقول إيه. الولد بعد ما خطب البنت والدنيا حلوة والكلام ده كله، ابتدوا بقى هتتجوز امتى، هتتجوز امتى، هتتجوز امتى. طب ما هو متفق معاكم مثلا على شهر او شهرين او سنه او حاجه زي كده. لا، هم بقى خلاص جاب لي الميعاد عايزينه يروح، جاب لي الميعاد اللي هم متفقين عليه يجرفوه عشان يروح. ليه؟ لان مره ولا اتنين ما دخلش بحاجه. خلاص بقى خدها وامشي، انت ما فيش منك فايده، مالكش لازمه. المعامله بتتجلب على طول وش. عمل ايه الولد؟ بس هي العمله دي انا مش مؤيده فيها. البنت يا عيني الشبكة اللي هو جايبها لها على جده اللي حطها في مكان ما في الشبكة، هو عارف المكان ده، راح خدها وباعها وجهز نفسه. خدها وباعها وجهز نفسه من غير ما حد يعرف، من غير ما حد يعرف. الأم تضرب أخماس في أسداس، الأب يضرب البنت. مش يعني إزاي الشبكة بتاع البنت
واحنا لو الولد فعلا فك الخطوبة او احنا فكنا وعايز طب نجيبها منين؟ عرفته؟ طبعا مصيبة وكارثة. جايز يكون كويس، جايز هو عايز يخلص من الهم اللي هو فيه، بس اي نعم ما ينفعش. بس المفروض الاهل يتفهموا. عيب انك تعمل مع خطيب بنتك، ده ابنك، ده ابنك سندك برضه زي ابنك بالظبط. المعاملة تكون حساسة معاه. لما يتجوز بنتك وتفهموا بعض هتحس براحة، هترتاح له، هو نفسه هيفهمك وتفهموه. لكن من الأول ما تعملوش تناشن مع بعض، ما ينفعش، ما ينفع. طب أخسرك شبكة بنتك. عرفته؟ عرفته. طب هتعملوا ايه؟ هتقدروا تقولوا له كان زعلتوا واتخانقتوا في بعض، لكن البنت بتحبه رغم ان هو خد ذهبها، لكن بتحبه. تقدر يا سيادة الأب، تقدر يا سيادة الأم. طب خلاص امنعوها، شوفها هتعمل ايه. بلاش، بلاش اتخنت المخ، خليك حكيم، افهم بنتك بدل ما تضيع من ايدك وتعمل عمايل تجيب لك العار. ده اللي عنده بنت عنده مصيبة، واللي عايز مني يزعل يزعل.